وغسلتها ودلوقتي بقطعها. يا ريت تكوني عملت اللايك، لو ما حطيتش لايك تعمل لايك دلوقتي والاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في القناة بتاعتي. ولو ليك اي تعليق يا ريت تقولهولي، بتبسط قوي بتعليقاتكم. واللي بيعمل الاكله دي يقولي لو في اي تغيير او في اي حاجه بيعملها فيها يقولي. انا دايما بعمل الكوارع بعد ما تتسلق بحطها في صينيه بطاطس بيبقى طعمها احلى. على فكره انا اخده الطريقه دي من الشيف شربيني. انا دايما بحب اتفرج على قنوات الطبخ. يا ترى انتوا زيي اللي بتحب تتفرج على قنوات الطبخ؟ يا ريت تقولي. البطاطس اهي حطيتها في الصينيه والملح والبهارات. واتبسطت بقى لقيت كوسه في التلاجة دلوقتي، مش عارفه كنت رايحه اجيب ايه، لقيت كوسه فقشرتها بقى على